الفترة دي يا جماعة البتنجان حلوة قوي في السوق، فقلت هستغل الموضوع ده واشتريت لي شوية حلوين، وتعالى اقول لكم هنعملهم ازاي. بعد ما غسلتهم كويس جدا حطيتهم في حلة فيها مية وعصرت عليها ليمونة وشوية وجبت من طبق كده حطيته على البتنجان وهو بيتسلق علشان ما يدخلهوش اي هوا. في الكبة بقى حطيت شوية من الفلفل الاحمر ميكس كده بين الحامي والبارد، وكمان شوية مع رشتين الملح بقى ورشة الكمون، وضربت كل ده مع بعض. وبجد يا جماعة خلي بالكم كويس قوي علشان الفلفل ده بيحرق العين. المهم جدا بقى انا حسيت ان هو ممكن يكون محتاج شوية من هرسة الفلفل، فحطيت معلقة صغيرة كده، وهنا كان خلاص البتنجان استوى. وانا تقريبا سبته حوالي 7 دقايق بالكتير. وما تنسوش ان الميه اللي كانت في الاول ميه فتره عادي مش مغليه. وهنا زي ما انتم شايفين بعمل عمليتي الجراحيه عشان اشيل العنقود بتاعها، وبعدها ابتديت ان انا احشي كل البتنجانات. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان شكله كان حلو جدا والقلب بتاعه ابيض، وده عشان احنا سيبنا العنقوده وهي بتتسلق. جبت بقى بطرمان حلو كده وابتديت ان انا ارص فيه كل البتنجان. وهنا كنت فاكره ان البطرمان اصلا مش هيكفي، طلع ان يعني يا دوبك البتنجان جايب نص. اما بالنسبه لبقيه التتبيله طبعا مش هنرميها يا جماعه، انا حطيت عليها كوبايتين من الميه وعصرتين ليمون كده وشويه خل وشويه ملح ومعلقه صغيره جدا من السكر، وقلبتهم كويس جدا مع بعض وحطيتهم على البتنجان. ومن فوق الوش كده حطيت شويه من الزيت، وقفلت بقى كل ده يا جماعه ورجيتهم رجه حلوه كده ودخلتهم التلاجة. انا عايزه اقول لكم ان انتوا لما تجربوا الطريقه دي مش هتبطلوا تعملوها من كتر حلاوتها، وطبعا سهله جدا، وبالنسبه لي ده فاتح الشهيه الاساسي.